مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. عزيزتي المطلقة والباحثة عن الحرية، مش كل ما حضرتك تحبي تطلقي تروحي تعملي محضر ضرب في جوزك. عيالك مشحونين كفاية، اوعي تخليهم في وقت من الأوقات يكرهوا باباهم. خليه يشوف العيال، لأن هو غصب عنك هو باباهم والعيال على اسمه. باباهم مش بنك مركزي، حاولي تعيشي العيال على قد عيشته هو. اوعي تشتكي لطوب الارض من فقر جوزك وفي عريضة الدعوة تكتبي ان هو شريك نجيب ساويرس في الجونة. تعالوا بقى نسمع مع بعض مكالمة لأب حرفيا المحاكم مرمطته وما لنفسك. اكيد طبعا، اكيد طبعا. يعني ممكن ممكن يكون يكون محمود عبد العزيز في فيلم الشقة من حق بالظبط الزوجة. بالظبط حضرتك كده الاستاذ محمود عبد العزيز في الشقه من حق الزوج. وعلى فكره انا عرضت عليهم اللي هي تاخد الشقه وتاخد العفش وترجع، وحتى لو هي مش عايزه تكمل بس ترجع في خاطر، يعني لو هي عايزه انفصال بس تقعد تاخد بيتها على الاقل ان انا اشوف ولادي. مش عايز انا الدايره بتاعت الرؤيه والمشاكل والقرف اللي انا بشوفها. احنا عندنا مشاكل في الرؤيه، احنا عندنا مشاكل برضه اللي احنا يعني القانون بيديك الصلاحيه ان انت تشوف ولادك ساعتين بس هو ما يعرفش ايه اللي بيحصل. فيلم قانون الاستضافة. يا ريت يا ريت اتمنى طبعا ان الابن الاب دي في دايره مشاعر بينهم. لا، ما هو دي بقى يعني دي اتمنى الواحد يقدر يتخطى الموقف ده. عشان كده مش قراصد موضوع الرؤيه. أنا ما اقدرش اجيب ابني اللي انا اشوفه وهو جاي عارف ان بابا ده وحش او بابا. وعلى فكره في امثله كتير، انا بشوف ناس كتير جدا
يعني الاطفال وصلوا لدرجات يعني تعب نفسي، ولو خلاص مش عايز، ان لو في ناس كمان معرفه ان البابا ده مات، فاهم قصدي إيه؟ وانا طبعا بسمع ان لا، المحكمه هتديها كل حقوقها وهي هتاخد اللي هي عايزاه وهتعرف ازاي تبهدلك. الطفل بيبقى طبيعي بس هو بيبقى مشحون بافكار. احنا بنحاول ان احنا يعني نغير الافكار السلبيه دي تبقى ايجابيه. حضرتك انا بقعد مع اطفال وصل لهم اللي بابا ده مات، يعني انت فاهمني، وبفاجئ ان الاب رفع رؤيه او شاف ولاده وهي بتمتنع. من انواع الضمير المهني ان انا بحاول ان انا اوصل لك الافكار اللي انت بتوصليها دي قدام هتتعبك انت. شايف ان انت يعني استفدت في الكلام وحاسس ان الحمد لله الحمد لله. انت يعني انا عايز اقول لك ان المكالمه دي هتذاع. يعني حضرتك طبعا عارف ان هي مكالمه مسجله بس هي هتذاع. حضرتك موافق على النشر ولا لا؟ انا كمان ما عنديش مشكله، لو في اي حاجه انا تحت امرك. شكرا. عزيزتي المطلقه، الحياه مش هتنتهي بينكم، لان انت في وقت من الاوقات العيال